فيديو ده لكل الناس اللي جايين أوروبا هنا جداد، والناس اللي جو جداد، والناس اللي ناويين يجوا في يوم من الأيام إلى أوروبا. اسمعوا كلامي ده كويس، عشان ما تقع في نفس الأخطاء اللي وقعوا فيها أخوانك، عشان ما تعمل أخطاء من البداية. طبعا أنا أخوكم محي الدين عبد الله إبراهيم. آه عندي خبرة بصراحة كده كبير في مجال تقديم اللجوء، الناس اللي أخطاء اللي مثلا توديك للرفض، وشنو أشياء اللي مثلا أنت لازم تقوله، وشنو أشياء اللي لازم تكون أنت حافظها، وشنو أشياء اللي مثلا أنت ما يعني تحاول تتفاداها عشان ما تقع في مشاكل. أنت لما تجي هنا جديد في أوروبا، أنت جاي جديد، اهم شيء اهم شيء بمجرد وصولك انت في اوروبا هنا في الدوله اللي مثلا ماشي دار تقدم لجوء، اذا مثلا انت وصلت ويدك نظيف، يعني ما قدمت مثلا لجوء في دوله تانية ويدك كان نظيف، لما تصل البلد اللي انت ماشي فيه مثلا فرنسا، المانيا، يو كي، مجرد وصولك في ناس طبعا بيسالوا واحد لما يصل وين يمشي يسلم نفسه عشان يقدم لجوء. طبعا انت في هناك خيارين فقط، اما تمشي مثلا ديركت لمركز مثلا تقديم اللجوء مثلا الكام، او تمشي مثلا الطريق الوسيله الوحيده اللي الناس كل الناس يمشوا اسمه ده، تمشي تسلم نفسك للبوليس. وغالبا الناس يعني يمشي يسلموا نفوسهم للبوليس، اما البوليس براو بيجي يفتشك مثلا، يعمل كنترول، يلقى ما عندك اوراق يقوم يوديك مثلا قسم الشرطه ويتحققوا معك ويشيلوا منك بصمات جنائيه، ويقول لك انت ليش جيت دخلت بلدنا بدون اوراق، وانت تحكي مثلا انت جيت لشنو. الطريقه الوحيده عشان واحد من غرة السمراء عشان واحد يجي اوروبا هنا ده انتوا عارفين هو التهريب. يعني ما في طريقه تانية مثلا بالنسبه لنسبه قليله، نسبه قليله من الناس يجي مثلا عن طريق فيزا بتاعت العمل، فيزا بتاعت الزواج، فيزا بتاعت مثلا دراسه. ودي الناس اللي مثلا عندهم قروش، بدون ما تخاطر نفسك مثلا بالمشاكل اللي انتوا عارفين. المهم اثناء وصولك انت البلد اللي انت مشيت فيها لازم تشيل مهامي، وده اهم شيء، اهم شيء لازم تشيل مهامي. ليش؟ انت بمجرد وصولك لما تمشي تسلم نفسك وتقدم لجوء بيشيلوا منك اغوال اوليه. طبعا مثلا اغوال اوليه مثلا بيشيلوا منك اسمك منو، عمرك كم سنه، جاي من وين، عندك اخوان ولا ما عندك اخوان، متزوج ما متزوج. دي معلومات مثلا اساسيه يشيلوا منك عشان يدوك اي دي. يدوك يعني ما يدوك مثلا اي دي كارت من مغناطيس ولا، يدوك مثلا ورقه يعني فيه اثباتات مثلا انت منو، فيه صورتك مثلا، حتى البصمات يشيلوا منك وبعدين يرفعوها في مثلا اسمه ده في سجل. وبعدين انت مثلا البوليس اللي قبضك يكون عارفين انهم قاعدين يتعاملوا مع منو. دي حاجه الاولى. المعلومات اللي بيشيلوها منك من تلغى نفسك دي يعني ما مقتنعين انه ده مثلا ده انت واسمه ده هم مقتنعين نهائيا. ها وبعدين بالنسبه للانترفيو، اذا انت مثلا في الاغوال الاولى انت اديت مثلا اي دي من دولتك، ممكن ده يكتبوه مثلا شنو انت جاي من كده 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 من دوله كده واسم كده كده، انت اثبتت هويتك. وغالبا بالنسبه للناس اللي جايين من دول مثلا فيه شويه مثلا مغرب، تونس، مصر، الجزائر، اذا مثلا انت جاي من الدول دي انا ما انصحك مثلا تدي اي دي حقك عشان انت تثبت نفسك انت منه، لانه غالبا انت بيرجعوك. اما بالنسبه لباقي الدول اللي غارة السمراء مثلا السودان، صومال، اريتريا، مثلا حتى التشاد من يعني تعتبر من الدول مثلا امنه. آه، صومال مثلا، العراق، سوريا، افغانستان، ديل مثلا الناس اللي فيهم عندهم حروب مثلا، في الوقت الحالي كمان ايران. المهم ديل الناس اللي يجوا مثلا، ديل حتى اذا كنت عندك اي دي ما يقدروا يرجعوك لان انت دولتك فيه حرب. المهم اهم شيء زي ما قلت لكم المهامي دي انت مثلا يعرف مثلا قوانين البلد، انت ما بتعرف شيء، واذا جاي شيء مثلا اول يجي لمحامي، ومحامي بنفسه ده انت يرسل لك انت معلومات مثلا عن الرساله الجاي مثلا جات اللجوء. والتاني شيء انه محامي احسن شيء ليش؟ لانه انت مثلا بعد ما يجيك الانترفيو الكبير، الانترفيو اللي انت تمشي تقدم كيسك، لازم مثلا المحامي تمشي لمحامي. يعني المحامي ما بيقول لك تعالي انا نعمل لك انترفيو انت امشي قول مثلا نفس الكلام، يعني انت لو تمشي تقول للمحامي انا عندي كيس، اوكي كيسي ده ماشي، ده نقول في انترفيو مثلا بتاع اللجوء، هل
مثلا الكيس ده كويس ولا ما كويس، تجي لمحامي تحكي للكلام نفس الكلام اللي انت محامي كمان يعمل معك انترفيو. اذا انت مثلا قلت تقدر تعمل معك انترفيو، يعمل معك انترفيو. المهم يعمل معك انترفيو، يشوف مثلا انت معلوماتك فيه مثلا نسبة القبول مثلا كيف. محامي يقدر يقول لك اذا مثلا انت عندك اخطاء، محامي يقدر يعدل لك الاخطاء، وانت بعدين تمشي تقولها في مثلا في اسمه ده، في جهة تقديم الكيس. واهم شيء، اهم شيء انك ما تنسى، ما تنسى التواريخ. تواريخ اهم شيء، التواريخ. يعني بيسالوك انت طلعت من مثلا انت البلد اللي انت جيت جاي منه طلعت 200، بعده انت مشيت يا الدوله، ومن الدولة الثانية مشيت يا الدولة الثانية وطلعت برضه طلعت منه 200، دخلت 200 طلعت 200، ده تواريخ لازم تحفظها. طلعت من السودان 200 دخلت وين، وثاني بدولة دخلت طلعت منه 200، ودي التواريخ أهم شيء. وبلد أهم شيء البلد اللي أنت وصلت فيها مثلا. إذا وصل مثلا وصلت هنا ألمانيا، دخلت ألمانيا 200، دي التواريخ ده لمدى مثلا يعني قدام 10 سنة ما تنسى. لأن في أي لحظة يمكن يعمل لك إعادة انترفيو، وما يجيك من البنف برضه مثلا إذا شكوا فيه مثلا لخبطة في انترفيو حقك، يجيك الاسم ده إعادة انترفيو. واهم شيء الناس اللي يترفضوا مثلا من من تقديم اللجوء، هو اثناء تقديم اللجوء يعملوا يشوفوا انه الكلام اللي بسيطه، يعني الكلام اللي سهله مثلا التواريخ انت تشوف انه شيء سهل. مثلا انت تقول انا كلام يعني هم ما بعرف، انا بقول بس تاريخ، اي تاريخ هم يصدقوه، انت بعدين التاريخ ده يسجل هناك، وبعدين هم كمان يجوا نفس السؤال اللي سألوه وعندهم تاريخ هناك اثباتات انت قلت كده، وتاني لما يسألوك سؤال تاني انت تكون تجاوب تاريخ غلط. عشان كده لازم تكون حافظ التواريخ. التواريخ ده اهم شيء. تاني شيء انت مثلا في تقديم اللجوء، انت ما تقدم مثلا انا مثلا انت مثلا متزوج ولا ما متزوج. في ناس كتير ما متزوجين لما يجي هنا يقول لهم يكتبوا متزوجين. انت ما متزوج، انت ما اكتب ما متزوج. ها يعني في يوم كده وكده، بعدين بعد ما يجيك اللجوء ولا بعد ما اسمه ده، يعني ما في فوائد ولا اسمه ده عشان تجيب زوجتك وحاجه زي ده. ما في فوائد نهائيا. يعني ما في، انا شايف انه الناس ليش يقدموا اندر ايج وحاجه زي ده. ما تقدم اندر ايج، انت تقدم اندر ايج لكن انت تقول انهم يصدقوه. وبعدين نخطئ مثلا بالنسبه للشيء الايج سلبي في انك مثلا تقدم مثلا في بياناتك انت مثلا عمرك مثلا كبرته ولا صغرته. انت بعدين في اثناء اللي مثلا عندنا هنا في المانيا، طبعا يوكي شويه تختلف اجراءات هناك. لما تجي هنا المانيا، المانيا لازم تثبت هويتك منو عشان تاخذ الاسم ده، تاخذ الجنسيه الالمانيه. لازم انت تثبت هويتك انت جات من اي دوله، والهويه دي لازم تثبتها، تمشي مؤسسات مثلا الدوله اللي انت جيت منها، تجيب الاثباتات من البلد اللي انت جيت منه ده. الكلام اللي قلته ده لازم تثبته. وبعدين حتى يدوك الاقامه اللي يدوك بعدين يكتبوا انه شنو ملحوظه تحت البيانات اللي مثلا انت قلت شالوها من تلغاء نفسك. ولما تجي بعدين تجيب تجيب الاثباتات، يغيروا لك الاسم ده، يغيروا لك الكلام اللي انت قلت الملاحظه ده، يشيلوه برا وتاني يكتبوها فيست. يعني يكتبوها عند فيست بقى ثابت، يعني يكتبوها ثابت انت كده 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 فلان ابن فلان، انت جيت من دوله كده. وبعدين اهم شيء لما يوزوكم البيوت في الوقت الحالي، طبعا الناس كان زمان كان ناس اسبوع اسبوعين في الكام والتوالي يشوطون مثلا بيت نفرين، بيت ثلاثة اشخاص بيت. لكن في الوقت الحالي الموضوع بقى انه الناس يدكون مثلا في الكامات سنة سنتين والناس يكونوا قاعدين. والناس واحد بيقول ينشغل بالاجراءات وانا ما جاني اقامة وشنو ويدبرز، ومثلا ما اقدر اشتغل ما اقدر نقرا، والا لو ما جاني اقامه. انت ما تنشغل بمثلا امور اقامه وما اقامه. زي ما قلت لك اعمل لك محامي، خلي المحامي يشتغل باجراءاتك. لان هنا محامي ما داير قروش مثلا كاش عشان تمشي تشيل محامي. يعني تمشي تشيل محامي تدوم قروش بالاقساط. يعني انت يجيك مثلا 450 اورو ولا 470 اورو شهريا، من ذاك مثلا مثلا 50 يورو شهريا تمشي تدي للمحامي عشان يتابع اجراءاتك. يعني تدي القروش اللي انت مثلا تتفق معه بالاقساط، والمحامي هو اللي يشتغل. وبعدين الناس اللي شفت بعد ما يوزوهم مثلا، زي ما قلت لك واحد ما اقدر انا اشتغل مثلا، ما اقدر اقرا اللغه عشان الاقامه. انت اقامه ما انت لو شلت اقامه، لو ادوك اقامه هسه مثلا، هذا اقامه مثلا ادوك اسمه ده، تعمل به شنو يعني؟ تقول له خلاص شلت اقامه ما اشتغل نشتغل؟ لا لا، اقامه ما بيشغل اقامه برا. اللي بيشغله هو اللغه، الاندماج. انت لما تيجي هنا ركز في في اللغه، ركز في الاندماج. وبعدين ما تكون زول مثلا رمتالي، زول مثلا انا ماشي
ما تشوفها مثلا، ولا ما الشله مثلا ماشي في المدينه في المدن انا نلف حياه زي دي. لا لا، انت لما تجي هنا حاول اضبط نفسك، لانك انت اذا ما بقيت قدوه لنفسك مينو يعني بيقلب قدوه يعني. انا شايف في شباب كثير جو هنا يعني ضاعوا بسرعه كده. سكر هنا تسكر زي ما انت داير، ما في زول بيقول لك سيك بيك، ها، تسجل تشرب كل شيء تعمل. لكن حاجه دي مثلا لما ترجع لنفسك انت، حاجه دي بضر منه يعني، ما بضرهم، بضرك انت شخصيا. ها، انت فكر لقدام. وحتى لما تجي هنا زي ما قلت لك ما تركز في الاقامه، فكس في، ركز في اللغه، ركز في الاندماج. وبعدين حتى الشغل الكبير، ولا واحد لما يجي هنا ما يكون هدفه الاول مثلا دار يعمل قروش مثلا على طول، دار يعمل قروش، ها، ده اكبر غلط. انت شوف حاول مثلا انت في المستقبل انت تكون مرتاح في شنو. وطبعا عندنا عندنا في المانيا عشان تعمل تدريب مهني بالشكل ده في انواع كتير. مثلا انت ممكن تعمل لك تشوف لك 10 20 مجالات اخرى، 50 مجال. ها، ممكن تعمل تمشي اسبوع اسبوعين اسبوع اسبوعين اي مجال تمشي تشتغل، لكن شغل مجاني ما بدوك بالمقابل. لان في النهاية غالبا يا زي بعد ما تشتغل اسبوع يعمل لك ظرف كده يدخل لك 100 يورو ولا 2 يورو 200 يورو يدوك مثلا يقول لك حتى لو ما شهروا يقول لك احنا نتمنى لك مثلا في حياتك في الوظيفية في المستقبل يعني، نتمنى لك مثلا حظ أوفر، وبيتمنى لك كل الأشياء الجميلة، وبدوك مثلا ظرف وضع في يكون في قروش شوية كده. ها، يعني ما بخلوك تمشي اسمه ده. إلا إذا مثلا أنت كنت مثلا مشيت نزلت اشتغلت أسبوع أسبوعين شغل تجريبي، ومثلا ما تمشي، كنت ما قاعد تمشي مثلا بالضبط، مثلا عندنا هنا زمن زمن. ها، انت مثلا كنت تمشي متاخر، تمشي مثلا تكتب يوم اجازه مرضيه ما تجي في العمل. دي الناس زي ديل مثلا بكره الناس لما تيجي تقول زول ما منضبط، بيكرهوك. خاصة عندنا في ألمانيا إذا مثلا عندك زمن تايم مثلا موعد مثلا تجي الساعة 10، لازم تجي قبل الساعة 10 ب5 دقائق. ها، وبالنسبة نرجع لموضوع تقديم مثلا الجنسية الألمانية والإقامة الدائمة. بالنسبة للإقامة الدائمة لما تجي هنا مثلا إقامة دائمة كمان زي ما قلت لك، اذا مثلا انت قدمت معلومات خطا بعدين لازم انت لازم اما تمشي تعدل المعلومات في البلد اللي انت قدمت مثلا، البلد اللي انت جيت انت مثلا تعدلها هناك، يا هنا تكون عندك مشكله كبير مع جهه اللجوء يعني تكون كذبت كده. ها، ولو ما مثلا عندنا هنا فقط هنا في المانيا، اذا مثلا فرنسا يوكي انا اعتقد يوكي شويه مختلف. يوكي ما دايرين مثلا اثباتات من الدوله اللي انت جيت عشان يدوك الجنسيه والاقامه الدائمه. بس عندنا هنا في المانيا لازم تثبت، ها، لازم تثبت انت جيت من اي دوله. وبالنسبه لي مثلا اذا انت مثلا في الوقت هذا طبعا عدلوا القوانين، وبالنسبه وقت ده كان زمان كان 8 سنه عشان تقدم الجنسيه الالمانيه وقت اللي انا جينا. والشيء اللي خلاني انا اقدم بعد 10 سنه ولا شيلته بعد 10 سنه والدراسه. سبب الدراسه انا كنت ما اقدر انشغل بالدراسه بالجنسيه، اجراءات الجنسيه في نفس الوقت. لانه كان انا لو انشغلت بالجنسيه ولا اركز في الجنسيه كثير انا كان ما نجحت في امتحانات بتاعت الامتحانات بتاعت الكهرباء، كان ما نجحت. يعني ما تنشغل، ما تحاول تنشغل بحاجتين في نفس الوقت. وبعدين هنا في الوقت الحالي عشان تقدم الجنسية مثلا انت اذا زول جاي جديد مثلا اندماج آلي في خلال 3 سنوات تاخذ جنسية. لكن مستحيل شخص يجي جديد 3 سنة يعمل اندماج آلي وياخذ جنسية ألمانية، مستحيل. لكن اذا انت مثلا كنت متزوج مثلا مواطنة او مواطن اوروبي، ها، ده خلال 3 سنوات تاخذ. لكن برضه في شروط، لازم تكون انت شغال، لازم تكون شغال وما عندك مثلا جنايات. لازم ما تكون عندك جنايات، بيكون سجلك يكون نظيف. ها، ولازم تكون عايش مع الشخص اللي مثلا مواطن او المواطنة. واذا مثلا انت يهكلك تقدم مثلا جنسية بعد 5 سنوات، ما تنتظر 5 سنوات عشان تقدم الجنسية، لا قدم الجنسية بعد ما تكمل 3 سنة ونص. بعد 3 سنة ونص قدم، لان انت لما تقدم ما بدوك مثلا موعد على طول مثلا يقول لك ايه تعال شيل الجنسيه ولا تجيب اجراءاتك مثلا ندوك جنسيه، لا لا. لانه يحطوك في الليسته، ها، في القائمه. على ما تقدر تنتظر اقل شيء سنه سنتين تنتظر. يعني في ناس قدامك كملوا الزمن وجو قدموا. الناس اللي مثلا الموظفين الشغالين يكونوا ما كتير للدرجه ده، والناس الاف الناس يقوموا يخطوا الناس مثلا في الليست ويدوم مواعيد مثلا الا بعد شهور، بعد سنه، بعد سنه ونص. عشان كده انت بعد ما اذا كان انت مثلا يحق تقدم جنسيه بعد 5 سنوات، بعد ما تكمل 3 سنة ونص اسال الجهه اللي مثلا انت مسموح لك تقدم فيه الجنسيه ولا الاقامه الدائمه،
إقامة دائمة طبعا جنسية إجراءاته نفس الشيء. إقامة دائمة جنسية إجراءاته نفس الشيء. حاول أصلا الجهة اللي مثلا مسؤول عنك الجهة تقدم، وحاول مثلا ضبط الأوراق اللي مثلا مطلوبة 100%. وبعدك مثلا أنت تقدم قبل الزمن بسنة ونص، أقل شيء سنة ونص. أنا قلت بسنة ده بحاول وقت اللي يجيك الموت تكون كده كملت خلاص 5 سنوات بالضبط. المهم ان شاء الله اي شخص عنده سؤال خليه يكتب لي في الكومنتات، انا بحاول يعني ادور تفاصيل بالكامل. انا بصراحه كده ما في شيء يعني فايتني من معلومات من بتاعت اللجوء. اي قانون اي بند حتى انواع الاقامات اللي موجوده هنا، اي اقامه مسموح لك مثلا بعد كم فتره تقدم الجنسيه، ولا بعد كم سنه مثلا مسموح لك تقدم الاقامه الدائمه. طبعا الاقامه الدائمه زي ما قلت لكم مع الجنسيه اجراءاتهم واحد. واحد، لكن الجنسيه هو الاول. لان الاقامه الدائمه ممكن برضه تروح منك اذا مثلا انت دخلت مثلا طلعت من المانيا لمده ست شهور وما بدون اي مثلا اذن رسمي ما رجعت، خلاص تتلغي الاقامه الدائمه وما مسموح لك تجي. لكن الجنسيه بيحق لك انك شنو تطلع من المانيا 20 سنه تجي راجع انت مواطن الماني. المهم اي شيء كل شخص عنده سؤال خليه يكتب لي في الكومنتات. والسلام عليكم.